يا صباح السعادة. شايفة اللي قدامك ده قطع من الجاتوه. اه والله قطع من الجاتوه هتعمليها في البيت بطريقة بسيطة جدا، ومش هتاخد معاكي وقت ولا مجهود، وممكن تستخدميها كمشروع مربح ليكي وانتي قاعدة في البيت. يلا كده نخش على وصفتنا ونشوف هنعمل قطع الجاتوه الخطير بتاعنا ده ازاي. هنجيب كده شفشق الخلاط وهننزل فيه بيضتين، ونزلت عليهم برشة من الملح، ومعايا كوباية من السكر، ومعايا كده باكت من الفانيليا، وهنزل عليهم بكوباية الا ربع من الزيت وكوباية من الحليب او اللبن. وهاخد الكلام ده كله وهضربه في الخلاط. بعد ما ضربته في الخلاط هبتدي بقى اجيب معايا المكونات الجافة. معايا كوباية ونص من الدقيق، ومعايا نص كوباية من الكاكاو، ونزلت عليهم بباكت من بيكنج باودر او الكيك شيف، او حسب اللي عندك يعني اللي بتستخدميه. ونزلت عليهم بقى بالخليط السائل، وهقلب كل الكلام ده كله. هبتدي بقى احرك كل الخليط كده مع بعضه لغايه ما يتجانس مع بعضه ويوصل معايا للقوام اللي انتوا شايفينه دوت. حسيتي القوام معاكي مثلا تقيل، هتحطي عليه شويه لبن. انا كان القوام معايا مظبوط جدا. في الوقت ده كنت مجهزه كده صاج، وكنت فرشه فيه ورق من الزبدة. وابتديت بقى نزلت بالخليط بتاعي ووزعته في كل الصاج كده، وفي الاطراف وزعيه بالشكل ده كله. وزعته كده هوت، وقعدت كده اعمل فيه خطوط بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت، بحيث اطلع اي فقاعات هوا في الخليط بتاعي. وههبده كده هبدتين كده على الرخامة، واكون مجهزة الفرن على درجة حرارة 170. ودخلت الصاج بتاعي في الرف الاوسط. في الوقت ده وكده مع بال ما الكيك بتاعي يستوي، كنت جبت كده حلة ونزلت فيها بكيلو من الحليب، ونزلت فيهم بباكيتين من الكريم كراميل. ممكن تنزلي بباكت واحد من الكريم كراميل، بس انا نزلت باتنين باكت علشان عايزة الخليط بتاعي يبقى تقيل جدا. ورفعته كده على النار وفضلت اقلب فيه لغايه ما وصل للقوام اللي انا عايزاه. خلاص كده الكريم كراميل بتاعي وصل للقوام اللي انا عايزاه. هركنه على جنب لغايه ما يبرد. وفي الوقت ده كانت الكيكه بتاعتي استوت. خرجت الكيك بتاعي وقلبته كده على صاج تاني، وابتديت بقى اشيل ورقه الزبده. شلت بقى من عليه ورقه الزبده كده بالراحه، فككتها كده اهوت من عليه وخلاص. شلت بقى ورقة الزبدة كده بقى معايا تمام. هركنها بقى على جنب كده برضو تهدى. وجبت الصاج بقى معايا تاني وفرشت فيه ورقة من من ال من ال بسم الله الرحمن الرحيم. فرشت معايا ورقة كده هوت من من الاسترتش. وجبت بقى الباكت بتاع الكراميل بتاعي اللي كان في عبوة الكريم كراميل، ووزعته بقى بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وزعيه بأي شكل انت تحبيه. وهبتدي هنا بقى كده اجيب خليط الكريم كراميل بتاعي، ونزلت بقى بيه في في الصاج، وهوزعه بقى في الصاج بتاعي. زي ما وزعت برضو كده خليط الكيكة، وزعته في كل الاطراف كده، ووزعته بتساوي. وهاخده بقى اركنه على جنب. عايزه تدخليه التلاجة مفيش مشكلة، المهم عايزينه برضو يبرد. في الوقت ده جبت بولة ونزلت فيها بكوباية من الكريم شانتيه، وعليها كوباية من المية المتلجة. وممكن تحطي برضو كوباية من الحليب المتلج. انا حطيت كوباية من المية المتلجة. وطبعا لو هو خام هتحطي بقى سكر. ده وطبعا هو العبوة الجاهزة ديت بتبقى مسكرة، ما تحطيش بقى سكر. ضربت الكريم شانتيه كده اهوت، وجبت معايا كده قطعتين من من الشوكولاته، سيحتهم في الميكروويف وضفتهم على على الكريم شانتيه. وضربت الكريم شانتيه ضربه كمان بالشوكولاته لغايه ما وصل معايا للقوام التقيل ده. انا عايزه قوامه تقيل كده. وهبتدي بقى هنا كده هجيب القالب بتاعي. جبت القالب بتاعي وهنزل عليه بقى بخليط الكريم شانتيه. هوزع بقى الكريم شانتيه بالشكل اللي انتوا شايفينه برضو. اوزعه كده هوت، هغطي بيه كل الكريم كراميل. بعد ما غطيت كده بقى الكريم كراميل بالكريم شانتيه. لو عندك بقى اي نوع بسكوت بالشوكولاته، دي خطوه اختياري. مش عندك مفيش مشكله. كان عندي كده باكو من من بديل الاوريو. مسكته كده كام بسكوتيه كده، كسرتهم ووزعتهم بالشكل اللي انتوا شايفينه. وابتديت اغمزهم كده في في الكريم شانتيه.
وبقى ايه معايا الكلام ده كله بالشكل اللي انتوا شايفينه. يعني احنا اول حاجة بقت الكريم ايه كراميل، وبعد كده الكريم شانتيه، ووزعت فيه شوية من الايه من البسكوت. في الوقت ده بقى هنا كنت معايا الكيكاية بتاعتي، قلبتها بقى على الايه على الكريم شانتيه بالشكل اللي انتوا شايفينه. وابتدي بقى ايه ظبطيها كده هوت، وايه واضغطيها بالقالب زي ما انا بضغطها كده هوت علشان تتماسك في طبقة الكريم شانتيه. وكده بقت معايا تمام. هبتدي بقى اشيل طبقة الاسترتش من على الكيكاية بتاعتي او الجاتوه بتاعي. بص كده شكلها، بص عامل ازاي، خطير وتحفة. هي كده بقى ايه بقت معايا تمام. هاخدها بقى احطها في التلاجة لمدة ساعتين عشان الكريم بشانتيه بتاعي يتماسك اكتر، وهي ايه تتماسك مع الكيكة. بعد ايه مرور ساعتين خرجتها بقى كده، وابتدي بقى ايه لو لقيتيها متماسكة معاكي حطي السكينة كده في مية سخنة. لو لقيتيها سهلة معاكي مفيش مشكلة. هنبتدي بقى نقطعها كده قطع بالتساوي بحيث تبقى شبه خرط الجاتوه بالظبط. وهنا طبعا ايه كنت بشيل الاطراف علشان اخلي قطع متساوية زي بعضيها. ممكن تستخدمي الوصفة ديت وتعملي منها مشروع جاتوه، وممكن تعملي منها مشروع توزيع توزعي منها وانتي في البيت. هيبقى مشروع مربح جدا وتبيعي منها، وشكلها خطير وطعمها تحفة جدا. بصي دايبة جدا وكلها متماسكة مع بعضيها وتحفة. وصفة لذيذة وبسيطة، يا رب تجربوها.